بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا جنيه توت اللي هو سنة 2005، الغير قابل للمغناطيس اللي الناس كلها عارفاه. طبعا الجنيه ده يا جماعة يعني ما بيجيبش فلوس كتير زي ما الناس بتقول في مواقع التواصل الاجتماعي. الجنيه ده مثلا ممكن يجيب 15 جنيه ولا 20 جنيه، لكن ما فيش المبالغ الكبيرة اللي الناس بتتكلم عليها 300 جنيه و500 جنيه وآلافات الجنيهات والكلام ده. طبعا الجنيه طبعا منه مش موجود وشاحح. طبعا الناس بتتكلم فيه ان هو بيجيب مبالغ كبيرة يعني، لكن الجنيه ما بيجيبش مبالغ كبيرة ولا حاجة. هو بس ايه، عملة تعتبر نادرة دلوقتي لعدم وجودها فقط لا غير. طبعا مع مر السنين ممكن يعمل فلوس بعد كده، مع مر السنين مثلا بعد مثلا 20 30 40 سنة ممكن نتكلم في مبالغ كبيرة زي ما الناس بتتواصل وتقول الكلام ده. لكن طبعا هو دلوقتي ما بيجيبش. طبعا الناس اللي هي لسه بتجمع عملات الهواة يعني، يا ريت يشيلوا منه الشباب الصغير من 14 15 سنة 20 سنة 30 سنة، يشيلوا من الجنيه دوت. ممكن بعد كده يعمل معاهم فلوس إن شاء الله في وقت طبعا إيه لا بأس به. طبعا الجنيه غير جبر المغناطيس زي ما قلنا. طبعا 2005 عفوا. آه، احنا معانا طبعا حوالي 15 قطعة او 20 قطعة من الجنيه ده، لكن ما بتجيبش المبالغ اللي احنا بنسمعها دي على مواقع التواصل. طبعا بيع الجنيهات دي يا جماعة في شارع خالد بن الوليد باسكندرية ومناطق كتير، ومحطة الرمل، شارع خالد بن الوليد وسوق الجمعة آسف في اسكندرية. وفي القاهرة برضو شارع عبد الخالق ثروت في وسط البلد موجودة الحاجات ديت، وفي خان الخليل وفي الحسين اللي عايز يبيع أو يشتري أي حاجة من الحاجات دي. فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يصلكم كل جديد إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير، وما تنسوناش باللايك الجميل بتاع حضرتك.